وبيبدأ الفيلم اليوم مع المدرسة لانا وبتكون عم تلعب بالتخت مع زوجها. وهالألعاب مليانة حب وحنان وقبلات وشغلات ما فيني احكيها، يعني ألعاب خاصة للمتزوجين. اللي فهم يكبس لايك. بس هالألعاب مو مفروض يلعبوها أمام بنتهم الصغيرة، بس شو بدنا نعمل، هيك بلاد برا والله بتحسن مو شايفين تربية. ما علينا، منشوف انه هاي المدرسة عايشة حياة أسرية سعيدة وهادية، بس منشوف انه رح يلخبط لها حياتها طالب جديد انتقل على الصف. ومنشوف لانا بالصف ووزعت اختبارات للطلاب. وهون منتعرف على طالب جديد اسمه بيني، ومنشوفه عم يتطلع على المدرسة لانا وكأنه بده ياكلها بعيونه. ولانا بتنتبه له وبتحاول تطنشه، بس بيضل عم يتطلع فيها، لهيك بتحاول تتطلع عليه كمان لحتى تخليه يشعر بالخجل ويكسر نظره. بس منشوف انه بيني زادت نظراته تحدي، مثل كأنه حابب يعمل معها علاقة وكذا مزة. بس بصراحة المدرسة لانا حلوة على الآخر. المهم بيخلص الدوام وبتروح لانا تجيب بنتها من المدرسة وبتشوف بيني وبتحسه عم يراقبها. وبعدها بنشوف لانا بالصف وفي بنت قليلة أدب عم تلعب بالموبايل وبتحاول لانا تنبهها، بس البنت بترجع تلعب بالموبايل مرة تانية وبتضحك مع رفيقتها، لهيك لانا بتاخد الموبايل منها. والبنت بتنزعج وبتشتمها بعبارة سيئة جدا، وهون بتعصب لانا عليها وبتطردها برا الصف. وطبعا الطالب بيني ما بيرضى انه الانسة اللي بيحبها تتعرض للشتيمة، ومنشوف نظرات الغضب بعيونه. وبعدين منشوفه عم يأذي هاي البنت ويخرب لها اشياءها. ولانا بتنتبه لهم بالصدفة من الشباك وبتسأل المدرسة اللي معها عن الطالب بيني، بس المدرسة الثانية بتخبرها انه بيني شاب لطيف كتير ومهذب، ولانا بتخبرها انه نظراته غريبة. وزميلتها بتفكرها انه هي معجبة فيه، بس لانا بتفهمها انه هي بس مستغربة من تصرفاته المنحرفة. وقبل ما يطلعوا من المدرسة لانا بتنادي لبيني وبتخبره انه حابة تحكي معه شوي، وبتسأله عن معاملته مع زملائه، بس هو بينزعج من اسئلتها. وهي هون بتفهمه انها شافت شو عمل مع زميلته، وبتخبره انه رح تساعده اذا كان عم بيعاني من اي مشكلة، وبتحط ايدها على رجله. وهون بيني بيفهم الموضوع غلط وبتشتعل عنده المشاعر الفيزيولوجية الذكورية المنحرفة، وبصير يغازل المدرسة ويحكي كلام كذا مزة ما خرج ينحكى هون. ولانا تنصدم وبتتركه وبتمشي. ومنشوف لانا بالبيت مشغولة وعم تفكر بتصرفات بيني وعم تدور بملفه على اي شيء ملفت للنظر لحتى تتعرف مين هذا الولد واذا كان له اي سوابق او حركات كذا مزة من قبل، بس ما بتعرف تحصل على اي معلومات لانها سرية. ومنرجع منشوفها عم تلعب رياضة الجري وعم تفكر بالطالب بيني وشاغل بالها، والله شكلها معجبة عن جد، خاصة انه هو كتير اتطلع بعيونها وغازلها. وتاني يوم بالمدرسة لما يطلعوا كل الطلاب من الصف، لانا بتشوف شنطة بيني على الأرض وبتفتحها وبتشوف تيابه وبتصير تشم تيابه. وبصراحة صدمتني، ليش هيك تصرفت؟ معقول هي بتحبه؟ وبعدها بتروح على الحمام وبتتفاجأ انه بيني وراها وبيقترب منها على السريع وبيضربها ضربة سريعة على الخلفية. وقبل ما تستوعب المدرسة شو عم بيصير، بيني بيمسكها وبيقرب عليها وهي بتمنعه، بس بيمسكها مرة تانية. وبهاللحظة المدرسة ما بتمانع لأنه اشتعلت عندها المشاعر الفيزيولوجية كمان، وبتتركه يشمها ويبوسها. بس بيني ابن اللذينة بيتمادى وبيحط ايده على الاندروير وبيبدأ يحاول يعمل كذا مزة، بس هي تنتبه انه عم تتصرف غلط وهذا عيب، وفورا بتبعده عنها وبتخبره انه هي ما بصير تعمل هالشي مع طالب وما بدها تخسر وظيفتها. بس بيني برد عليها، بس انت كمان مستمتعة وبدك ياني صح او لا؟ ولانا بتنصدم وما عاد تعرف شو تقول وبتتركه وبتغادر. وبالليل وهي نايمة جنب زوجها بتكون عم تفكر بالموقف اللي صار مع بيني وعم تتخيله وتعيد المشهد براسها كل شوي لحد ما تخفى، ومثل كأنها ندمانة وكان بدها تعمل كذا مزة معه. وتاني يوم بالصف منشوف بيني عم يتطلع على لانا ومشاعره مشتعلة وعم بفكر كيف يخلي المعلمة تحبه، وبصير يتخيل حاله عم يعمل معها كذا مزة وشغلات ما فيني اعرضها،
بس هو بيتحمس كتير، وبس يشوفها بالممر بيمشي حدها وبيحرجها كتير وبيحكيها انه بده يشوفها اليوم بعد المدرسة. وبتفهم لانا من نظراته انه بيني حابب يعمل معها كذا مزة، لهيك بترفض تشوفه وبتخبره انه هالشي ما بصير يتكرر. واكيد فهمتوا شو الشي اللي مو لازم يتكرر، صح؟ والمدرسة لانا بتخبره يشيل موضوع الكذا مزة من باله نهائيا، وبتتركه وبتمشي وبتشوف مراية سيارتها مكسورة وفي حدا جارح لها السيارة بمسمار، وبتفكر انه بيني هو عمل هالشي. وبعدها بتروح لتجيب بنتها من المدرسة، وهون بتشوف بالطريق مجموعة شباب مراهقين عم يدخنوا، وبتخاف منهم لأن بتحس انه كل هالشباب مو تمام وكلهم مثل بيني منحرفين قوي. وبس ترجع على البيت بيسألها زوجها عن اللي صار بسيارتها، وبتكذب عليه وبتخبره انه ضربت بعمود كهرباء. وزوجها بيتطلع فيها بنظرة شخص مو مصدقة، بس ما بيحكي ولا كلمة، وهي بتطلع فيه بنظرة شخص مذنب ومتلبك. وبعدها منشوفها بالصف وعم توزع أسئلة على الطلاب، وبتسألهم إذا عندهم شي سؤال، وبيني بيرفع إيده بس لانا تتجاهله. بس هو ما بيهتم وبيسأل سؤال محرج لأن بيكون حاقد عليها كتير، وبيسألها إذا عملت علاقة وكذا مزة مع المدير كرمال تتوظف بالمدرسة. والطلاب بيضحكوا كتير وبيحرجوا لانا، وهون بيني بيتمادى بكلامه أكتر وبيحكيها شغلات قليلة الأدب ما فيني خبركن إياها، وبيعمل حركات منحرفة جدا. وهالشي بيخلي لانا تعصب كتير وترمي الشنطة تبعه لبرا وبتطرده. بس بيني ما بيرضى يطلع من الصف، لهيك بتضطر لانا هي تطلع من الصف. وبعدها منشوفها عم تركض بالغابة وعم تعمل رياضة، بس بتحس مثل كأنه حدا عم بيراقبها وما عم تحسن تتخلص من سيطرة بيني على أفكارها. ولما بترجع على البيت بيرن التليفون، ولما بترد على التليفون ما حدا بيرد عليها، ولما تسكر الخط بيرجع بيرن مرة تانية وكمان ما حدا بيحكي، يعني عبارة عن أزعاج مو أكتر. وتاني يوم لما بتروح لانا على المدرسة وقبل ما تدخل على الصف تشعر انه ما رح تحسن تواجه بيني، يعني بتخاف انه بيني والطلاب بعد الشيء اللي صار امبارح يضحكوا عليها، لهيك بتعتذر وبتاخد اجازة. وبترجع على البيت وبتخبر زوجها انها هي بحاجة للراحة، وزوجها بيريحها كتير وبيعمل معها كذا مزة بس على السريع، شغل ناس متزوجين، وهي ما بتستمتع نهائيا. وتاني يوم بتاخد بنتها على المدرسة وبتروح على شط البحر، وبتكون عم تاكل تفاحة وعم تخطط لموضوع خطير جدا رح نفهم بعدين شو كان هالموضوع. وبعدها بتروح على معرض صور لحتى تخفف توتر شوي، بس كمان بتضل متوترة وبتشوف بيني موجود بنفس المعرض. واكيد بيني يعني مو جاي لحتى يشوف الصور والفن، يا حذركن ليش جاي؟ يا عين عليكن، ايوه تفكيركن صح، بيكون عم بيلاحق لانا وبيوقف حدا بس ما بيحكي ولا كلمة. وهون لانا تتوتر وبتخاف وبتهرب منه بسرعة كتير، وبتطلع فورا بالاسانسير، وقبل ما يتسكر الباب بيطلع بيني بوشه وبيدخل لعنده وبصيروا لحالهم، والشيطان شاطر وبيتبادلوا نظرات الحب وبيخبرها ترجع على المدرسة. وبيني بيستغل الفرصة وبيبدأ يتحرش فيها ويحكي كلمات غزل وبيحاول يلمسها على الأجزاء الناعمة، والمدرسة تستسلم على الآخر وبتتحرك المشاعر الفيزيولوجية عنده وبتتركه يكفي، وهو بيستغل الفرصة وبيكفي، ونحن بنتفرج على الساكت ومشاعرنا مشتعلة. وبيني لأول مرة بيعمل مع المدرسة كذا مزة، وكل هالأحداث بالأسانسير. وانا يضرب حظي صح كنت حب كل انساتي بالمدرسة وكانوا حلوين، بس ما كان عندي الجرأة اعمل لهم شي. اللي كان يتصرف مثلي يكتب لي بالتعليقات. وبتروح لانا بعدين على البيت وبتحكي لزوجها عن حلم كتير عم يراودها، وهو انهم بيكونوا كلهم سوا عم يسبحوا، بس فجأة شي غريب بيسحبها لتحت وبتغرق، ومهما حاولت تعوم ما بتوصل للشط. وبتكون خايفة كتير من هالحلم وحابة تستفسر عنه، ومنفهم من كلامها انه عم توصف احساسها لما كانت عم تخون زوجها، وكانت متأثرة كتير بالحلم وعم تبكي، يعني مبين انها ندمانة. وهالشي بيخليها تروح تاني يوم على المدرسة وتتسلل على غرفة شؤون الطلاب، وبتاخد اوراق سرية من ملف بيني،
وبتحطن بتيابه بدون ما حدا ينتبه وبتبلغ عنه، وفعلا بتيجي الشرطة وبياخدوا بيني، وبيفهم بيني من نظرات لانا اللي كلها سعادة انه هي اللي بلغت عنه. وبعدها بتروح على البيت وبتشوف زوجها عم يتحمم، وبتدخل لعنده لحتى تزيل كل التوتر اللي صار معه وترجع الحب لعلاقتها مع زوجها. وبيعملوا كذا مزة وبيتحمموا سوا مرة تانية، وانا سكرت الباب وعدت المشهد 3 مرات. وبعدها منشوف لانا وزوجها على البحيرة عم يسبحوا ويلعبوا ألعاب للكبار، ما بنصح المشاهد المؤدب انه يتفرج عليها. وبينزل زوجها لتحت المي وما عاد بيطلع وبيموت، ولانا بتصير تصرخ بس بتصحى فجأة، ومنشوف انه هالشي كان مجرد حلم وزوجها ما مات. وتاني يوم بتروح لانا على المدرسة وبتصير تتأمل مكان بيني الفاضي وتتذكر نظراته، وتتخيل لما كانت عم تعمل معه كذا مزة بالأسانسير، بس بصحية جرس المدرسة وبيخرب عليها اللحظة والتخيلات الحلوة. ومنشوف لانا وبنتها بالمكتبة عم يشتروا هدية، وبصير موقف وبتعصب البنت كتير، وبس تغفل لانا شوي تتطلع وما بتشوف بنتها وبتخاف عليها وبتطلب الشرطة. ولما يراجعوا كاميرات المراقبة تكتشف انه بيني كان موجود بالمكتبة، وفورا بتشك فيه. وبهاللحظة بيرن موبايلها وبيخبرها انه البنت معه بالبيت كرمال ما تخاف عليها. ولانا بترجع على البيت ومنشوفهم عم يتغدوا مع بعض ويحكوا بأمورهم العائلية مثل اي أسرة طبيعية. وبالليل لما بتكون نايمة تسمع صوت غريب بالبيت وبتخاف كتير، وبتنزل لتشوف وين الصوت. ولما ما بتشوف حدا بتقفل الباب منيح ومنحسها مثل كأنها رح تنهار. وبيني شاغل كل تفكيرها وخيالها، وبتتذكروا لما كانوا عم يعملوا كذا مزة بالأسانسير مع بعض، بس منشوف انه هي ندمانة كتير وزعلانة وانه صحي ضميرها، وبتضل طول الليل زعلانة وعم تفكر. ولهيك لما بتصحى تاني يوم بتروح فورا لعند زوجها، بس منشوف انه علاقتهم خربانة باخر فترة وما عاد يحبوا بعض مثل قبل. لهيك بتضمه وبتخبره انه هي تعبانة كتير وبدها حب وحنان، وبدها اياه يضل حدها ويدعمها، وزوجها بيدعمها كتير وبيعملها كذا مزة. ولانا بتروق على الاخر. وبعد ما يخلصوا بتطلع لانا من البيت وبتروح لعند بيت بيني وبتضل تستناه ليطلع، وبتضل طول الطريق تتطلع على بيني ومركز كتير معه. ولما يوصلوا على طريق فاضي وتتأكد انه ما في حدا شايفهم بتزيد سرعتها لتصير مثل سرعته، وبس توصل لحده بتضربه بالسيارة وبتوقعه على الارض وبتخلص عليه فعلا. وهيك بتكون عرفت تتخلص من مراقبته ومن احساسها بالضعف من ناحيته، لانه بيني كان مسيطر عليها بطريقة غريبة وبيعمل كذا مسا معها ايمت ما بده، وهي مو قادرة تقاوم. بس بالاخير تحركت عندها المشاعر الفيزيولوجية الغير منحرفة، لانه هالمرة المشاعر هي مشاعر انتقامية، وخلصت على بيني يا حرام. وانا انصدمت بالنهاية، بس شو بدنا نعمل، هيك نهاية الفيلم. لا تنسى زر اللايك بنهاية الفيديو، واذا حبيت شاركني رأيك بالتعليقات وانضم لعائلتنا بالقناة. كان معكم نوردان، يلا سلام، نشوفكم بالفيديو الجاي يا احلى عيلة.